من حيث الإنتاج الذي انتهى إلى توقيع اتفاقية تعاون في مجالات مختلفة، منها ما هو متعلق بقضية التعاون النفطي ومدء أنبوب نفط عراقي عبر الأردن إلى ميناء العقبة لتصدير النفط العراقي ولسد حاجات الأردن من النفط الخام. ووقعنا الاتفاقية المشتركة بين البلدين. نحن اتفقنا على أن نعطي للأردن ما اتفقنا عليه من النفط العراقي وزيادتها، وأن يكون التجهيز من البصرة لأنه أكثر مناسبة للمصفاة الأردنية. أما ذاك المشروع الثاني وزارة النفط العراقية وزارة النفط الأردنية انتهت من عملية التصميم للأنبوب. سيتكفل وزارة النفط العراقية مد الأنبوب في الأراضي العراقية، وجزء منها سيكون لاستثمار لشركات أخرى داخل الأردن وجزء منه داخل العراق. هذا كموضوع آخر يتعلق بالتصدير، وينتهي من عملية نقل النفط الخام العراقي إلى المصافي الأردنية بالشاحنات الصهاريج يأتي عبر الأنابيب. يعني أن ما يأتي للأردن من النفط العراقي سيكون على نحوين: نحو لسد الحاجة المحلية، والنحو الآخر